تخيل نفسك تصحى الصبح تلاقي نفسك مهدد بالحبس بسبب نفقة على ابوك او اي حد من قرايبك. ايه؟ في حاجة في قانون الأحوال الشخصية المصري اسمها نفقة الأقارب، اللي بيقول لك إن كل شخص ملزم بالإنفاق على الأقارب لو توفرت فيه 3 شروط. الله، وانا مالي يا لمبي؟ الشرط الأول إن القريب ده يكون فقير، يعني ما عندوش دخل يكفيه يعيش حياة آدمية. انا ما معيش خالص. والشرط التاني ان القريب اللي هيقع عليه النفقه عن حد من قرايبه يكون قادر ماديا على الانفاق وعنده دخل اكتر من احتياجاته الاساسيه. الحق يا عم. والشرط الثالث وده الاهم ان يكون في صله قرابه ملزمه زي اب او ام او ابناء او اخوات. طيب مين بيدفع الاول؟ ايه السؤال ده؟ بيجي في المرتبه الاولى الابناء للاب او للام. طب ولو مفيش يبقى الاحفاد. طب لو مفيش بيبقى القرايب، الاقرب فالاقرب. اخوك الكبير موجود وسداد برضه. المفاجأة بقى انك لو امتنعت عن تنفيذ النفقة دي الموضوع ممكن يوصل لحكم قضائي ويصدر عليك عقوبة بالحبس. وعشان ما تدخلش نفسك في مشاكل اعرف حقك قبل ما غيرك يطالب بيه.